السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة. النهاردة هنعمل مع بعض الاسبونج البيتي. الطريقة دي هي اسهل كيكة اسبونج في الدنيا، وكمان اوفر بكتير لما نجيب دقيق الاسبونج الجاهز. وهنشوف بقى هنعمل ايه بالكيكة بتاعت النهاردة وهنطلع منها ايه، وهنشوف برضو الاوردر اللي هنطلعه مع بعض بإذن الله. يلا بقى كده بسم الله. هقول لكم اول حاجه، انا عايرت كوبايتين من الدقيق بما يعادل ربع كيلو. حطيت كمان معلقتين كبار من النشا، والنشا دي تكه مهمه جدا جدا وهتطلع معاكي الاسبونج ناعم ونتيجته تحفه جدا. كمان حطيت نص معلقه من البيكنج باودر او الكيك شيف، طبعا انا بفضل جدا الكيك شيف بيدي نتيجه احلى، وكمان رشه ملح. بس كده دي المواد الجافه بتاعتنا وهنسيبها على جنب. الخطوه بتاعت النهارده دي حلوه قوي، هتسيبي المواد الجافه على جنب، والبيض والسكر هنضربهم مع بعض على جنب تاني. خلاص هتقولي لي يعني انت يا مهنا مش هتحطي محسن جل؟ لا، هنحط محسن جل. محسن الجل اللي بيدينا افضل نتيجة للاسبونج الجاهز واحلى كمان، يعني بيدينا نتيجة حلوة جدا جدا. بس في نفس الوقت انا برضو هدي فوم للبيض، يعني هضرب في البيض مع السكر مع الفانيليا شوية حلوين جدا لحد ما يبقوا فومي ولونهم فاتح ويرتفعوا بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هنا بقى بحطيت محسن الجل نص معلقه كبيره بس، وكمان نص كوبايه ميه. تمام، وكمان هبدا اضرب فيهم تاني. واضربي ما تقلقيش، ما تقوليش بقى لا انا هضيع الفوم او كده، احنا معانا محسن جل، والضرب برضو مهم جدا مع محسن الجل. نزلت بقى بالدقيق واحده واحده كده، يعني ما نزلتش بيه مره واحده، مع الضرب المستمر لحد ما بصوا بقى القوام ما شاء الله. بصوا ما شاء الله، يعني التكه دي حلوه جدا ان انتي تضربي البيض لوحده ونوصل بقى لدرجه انه يبقى فومي وكريمي، وبعد كده نضيف باقي مكوناتنا مع محسن الجل. انا عملت طريقه تانية طبعا، بس دي لقيتها افضل منها، فساعات بعمل كده وبعمل كده، يعني الاتنين بيدوا نتيجه حلوه، بس الطريقه دي بتديكي افضل نتيجه. انا حطيت الخليط بتاعي في صينيه مقاس 30 في 30. دي صينيه مربعه، ارتفاع الجوانب بتاعها مش عالي ولا اي حاجه، لاني الوصفه اللي انا هعملها مش محتاجه كيك يكون ارتفاعه عالي. طب لو انتوا هتعملوا المقادير دي تعملوها في صينيه مقاس 20 او 18 على حسب ما انتي حابه الارتفاع بتاعها. طبعا دخلت على فرن درجة حرارة 200 علشان القوام بتاعي مش عالي، وخدت تلت ساعة بالظبط. وبعد ما خرجتها غطيتها على طول بفوطة وهسيبها بقى على جنب. ان شاء الله مقادير الاسبونج دي هتلاقوها في اول تعليق مثبت، لازم اكتبها لكم لانها حلوة جدا جدا، شايفين مع صوت الكروان. فان شاء الله المقادير دي هتبقى ثقة. اتفقنا. انا بقى جهزت صوص شوكولاته ملهوش حل، نزلت بيه فيديو قبل الفيديو ده على طول، نزلت لكم فيديو كان بعنوان اسهل صوص شوكولاته في الدنيا، ازاي توصلي لنتيجه تحفه كده واوفر من الشوكولاته. يعني شوفي هتعملي كل الكميه دي باربع مكونات بس، فما شاء الله يعني هو تحفة. انا مش هتكلم عنه، روحوا شوفوا الفيديو، هسيبهولكم في صندوق الوصف وهيعجبكم جدا. انا واثقة مفيش حد هيعمله غير لما هيجي يكتب لي كومنت حلو يقول لي قد ايه هو سهل ونتيجته حلوة جدا. فما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في التعليقات، بجد بفرح جدا وبيهمني جدا اني اعرف رأيكم، فتعالوا تاني وقولوا لي رأيكم. بصوا بقى الخطوه اللي بعدها كمان، هجهز كريم شانتيه. هجهز كميه بسيطه خالص، نص كوبايه من الكريم شانتيه، عليها معلقه ونص من السكر، وعليها كمان نص كوبايه من الحليب الساقع. وزي ما قلتلك بحب جدا اضرب الكريمه بالحليب او باللبن زي ما بتقولوا. المهم ان دي افضل نتيجه توصلي لطعم كريمه جميل جدا. وبس كده. هجيب بقى الكيك بتاعي بعد ما برد خالص خالص خالص، وهبدأ بقى ان انا اشتغل فيه. واول خطوة زي ما احنا متعودين ان احنا لازم نقشر الوش دون. هو سهل جدا بيتقشر بسهولة، بس ضروري جدا ما نكسلش ولازم ان احنا نقشره، لان بيدي نتيجة مش حلوة، بيبقى معجن كده وطعمه مش حلو، بيعمل عازل ما بين الكيك وما بين الكريمة وكده. بعد كده هبدأ ان انا بقيس بعلبة صفيحة السمنة كده زي ما شفتي، عشان عايزة اخد الدوائر دي لاني للأسف ما عنديش قطاعة مدورة. تمام. طب هنعمل ايه بقى؟ عرفينا انتي بتشتغلي وما عرفتناش ايه اللي مطلوب منك. اول حاجة مطلوب مني 4 اطباق كيك او قبات الكيك او كسر الكيك، على حسب ما هنقول. بصوا الاول تعالوا كده اوريكم الاسبونج التحفة ده، بصوا عاملة زي القطن بجد. ايه اللي مش هيجرب الطريقة دي بالتكات اللي انا قلتها كلها هتخسري كتير. مش هتخسري حاجة ان شاء الله، جربي بس الطريقة وهتعجبك قوي قوي بإذن الله. بجد عاملة زي القطن وهشة وخفيفة قوي قوي، ما شاء الله الطريقة رهيبة.
زي ما قلنا مطلوب مني 4 اطباق من الكيك او كبات الكيك، وتاني حاجة مطلوبة مني 2 ميني تورتة. فان شاء الله هننفذ كده مع بعض. الاول عملت الاربع اطباق، وبصوا كده اهم حاجة ان انا بعد ما بحط الكيكة بتاعتي كده زي ما شفتوا بسقيها بالشربات الخفيف اللي احنا عاملينه كذا مرة مع بعض، وبعد كده بحط طبقة كريمة حلوة وبسويها، وبعد كده بقى هنزل بصوص الشوكولاتة الخطير اللي عملناه مع بعض، طعمه تحفة، شوكولاتة بمعنى شوكولاتة يعني بجد، ومكوناته سهلة جدا اصلا، يعني 4 مكونات بس وسهلين جدا. ان شاء الله يكونوا موجودين عندك. شوفوا الحلقة زي ما قلت لكم حلوة قوي، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم، وكمان بقى عايزة لايكات كتير قوي قوي قوي. وبس كده. مش عارفة في طبق ناسيه هناك ليه بس هعمله دلوقتي. وكده انا جهزت الاربع اطباق، وان شاء الله استنوا فيديو نعمل فيه 2 ميني تورتة بإذن الله، وبألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى لايك كتير، وربنا يحسن ما بين ايديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.